ولو عايز تعمل براند فخم في مجال الفاشون مثلا، خد مني الثلاث اسرار دي واللي لازم تلتزم بيها في التصميمات بتاعتك، لان محدش هيقولك عليها غيري. السر الاول، نقي الصور بتاعه الموديل للبراند بتاعك وخليهم يبصوا لتحت شويه، لان البراندات الفخمه بتستخدم الحيله دي علشان تخلق احساس لا شعوري انك بتبص عليهم من تحت وهم بيبصوا عليك من فوق. والله ما تستهترش بالحاجات البسيطه الغير معروفه دي، هتفرق معاك كتير. السر الثاني، ابعد عن الالوان الاساسيه زي الالوان دي مثلا، لان الالوان دي مرتبطه بالمنتجات الرخيصه وبتولد لا شعوريا فكره ان المنتج ده عليه تخفيضات، حاجه زي ال3 ب10 اللي احنا بنشوفها في مكان زي العتبه عندنا في مصر. وانصحك اكيد تستخدم الالوان الفخمه زي الالوان دي مثلا علشان توحي بالفخامه والجوده للبراند بتاعك. السر الثالث، حط المنتج بتاعك في النص دايما. معظم البراندات الفخمه في اعلاناتها المطبوعه او الاونلاين بتحب تخلي منتجها في النص دايما، واي حاجه تاني بتدور في فلكه. هو رمانه الميزان بالبلدي، هو اللي في الوش والباقي على جنب. معلش، لو استخدمت الاسرار دي في التصميم تلقائي المنتج بتاعك هيبان اغلى وافخم بمنتهى السهوله. ولو عايز تشوف من الاسرار دي كتير، ما تنساش فولو، لايك، كومنت وشير.